الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله صلى الله عليه وسلم. أحبابي في الله، إخواتي المشاهدين وأخواتي الحاضرين وكل المستمعين وكل المسلمين في مشارق الأرض ومغاربها، سلام الله عليكم ورحمته وبركاته. ما زلنا مع قصص القرآن وما زلنا مع قصتنا العجيبة، قصة البقرة وتعنت بني إسرائيل مع نبي الله ومع الله سبحانه وتعالى. تفضل يا سيدنا. بسم الله الرحمن الرحيم. قالوا ادع لنا ربك يبين لنا ما هي إن البقرة تشابه علينا وإنا إن شاء الله لمهتدون. صدق الله العظيم. ما زلنا برضو مع تعلمهم ومع تجديدهم على أنفسهم. وادع لنا ربك يبين لنا ما هي. بين لهم ما هي، لا فرض ولا بكر. لا ما ينفعش. قولوا لها كمان ايه؟ طيب قالوا لنا ربك يبين لنا ما لونها صفراء فاقع لونها تصل نظرين. طيب البقر الاصفر الفاقع لونه كتير. نرجع تاني قالوا ادع لنا ربك يبين لنا ما هي ان البقره تشابه علينا. بس قالوا كلمه حلوه، وإنا إن شاء الله لمهتدون. فأي حاجة لازم في حياتك تكون بمشيئة الله وتقدم مشيئة الله. هم في متعنتين، لكن لما دخلوا على وإنا إن شاء الله لمهتدون، راح داخل لهم سيدنا موسى على صفتها اللي بيها هيلقوها. وسمعنا مولانا. قال إنه يقول إنها بقرة لا ذلول تثير الأرض ولا تسقي الحرث مسلمة. قال إنه يقول إنها بقرة لا ذلول تثير الأرض ولا تسقي الحرث مسلمة لا شية فيها. قالوا الآن جئت بالحق فذبحوها وما كانوا يفعلون. وإذ قتلتم نفسا فادارأتم فيها والله مخرج ما كنتم تكتمون. يبقى هم لما قالوا البقر رجعوا لكلامهم قال ادعوا لنا ربك يبين لنا ما هي، ولكن قدموا المشيئة وإنا إن شاء الله لمهتدون. وربنا سبحانه وتعالى برحمته لما قدموا المشيئة دلهم عليها إنها بقرة لا ذلول تثير الأرض، يعني هي ما تحرسش الأرض ولكنها تثير الأرض ولا تسقي الحرث مسلمة لا شيء فيها. قال الآن جئت. أول ما قال عن أوصاف هذه الأوصاف وجدت في بقرة واحدة فقط. قالوا الآن جئت بالحق فذبحوها وكأنه لم يأتي قبل ذلك بالحق.
يعني الآن جئت بالحق يا سبحان الله، ما هو من أول ما أرسله الله وهو بالحق، ولكن تعنت. فذبحوها وما كانوا يفعلون. وإذ قتلتم، نرجع بقى لموضوعنا. أول ما ذبحوها وما كانوا يفعلون، أول ما ذبحوها وإذ قتلتم نفسا فادارأتم فيها والله مخرج ما كنتم تكتمون فقلنا اضربوه ببعضهم. فجاء الأمر من الله سبحانه وتعالى بعد ما ذبحوا البقرة، راحوا يضربوه بعضهم، مسكوا بعض من عظامها وضربوه بها فأحياه الله بأمر الله. فسأله سيدنا موسى من قتل؟ قال فقتلني ابن أخي ليرثني وحملني على كتفه بالليل وألقاني عند عتبة فلان صاحب هذا البيت، وأن فلان هذا بريء منه. فقلنا ضربوه، ثم بعد أن نطق بذلك أماته الله سبحانه وتعالى. وعرف الحق وعرف من القاتل ومن قتله. طيب البقرة دي بقى لما شددوا هم بالصفات، فربنا دلهم على صفات بقرة معينة، هذه انطبقت على بقرة واحدة فقط موجودة عندهم. لمن هذه البقرة؟ ومن صاحبها؟ وما قصتها؟ هذا ما نقوله إن شاء الله في اللقاء القادم، حتى لا أطيل الله عليكم، فسلام الله عليكم ورحمته وبركاته.